يا هلا والله ليكوا وحش. فيديو النهارده هيكون عن يويو حبيبة قلبي. ده غلط وعيب. ليها وحشة اخنفي وانت بتتكلمي بكلمات تراعي فيها الراجل بالذات او بالذات. ياسمين يا جماعة قررت تعمل حاجة غير طبيعية تخالف الشرع ده كله ليه؟ عشان خاطر الراجل. لحد امتى يا جماعه؟ يا عيني عليكي. لحد امتى يا جماعه البنت هنا هتجيب الاجهزه والستاير وتجهز النص بالنص؟ هنا تشوفها طبعا هتقول واقفة مع البنات، لكن الموضوع عكس كده تماما. ده غلط وعيب. ايوه غلط وعيب وقلة ادب. انت كعروسه المفروض تاخدي العريس بشنطه هدومه. بالظبط كده، حتى لو انا ما عنديش هدوم المفروض انت تجيبي لي. مال قولي يا يويو ده بيهزروا. ما يجيبش قشايه. معاكي حق. مش كفايه خدتيه؟ عايزه تاني ايه؟ مش فاهم انا، خدت واحد وسيم زي القمر دمه خفيف. مال عايزه ايه تاني يا بنت؟ يعني عريس ومعاه شنطه هديه كمان؟ يا بلاش. يا بلاش والله. انا بحب البت دي. ولو ما عندوش شنطه يحط فيها هدومه ممكن في الكيس عادي. اشتري له انت واحده واحده، الجو حر اهو. حتى لو جالك لا يا عم عيب يا عم. بالشنطه البلاستيك املاها له انت هدوم. امال انت ايه لازمتك يا ماما؟ وبعدين يجيب اوضه نوم بتسريحه ليه؟ التسريحه دي انت اللي هتستخدميها مش هو. صح معاكي حق فعلا، هو ما بيستخدمش التسريحه، الراجل بيغسل وشه ويطلع على طول اهو، غسل وشي طالع على الكاميرا. يبقى التسريحه مش على العريس. يجيب صالون ليه وهو مش هيستخدم غير كرسي واحد مثلا مش هيقعد غير على الكرسي، انا ممكن اقعد على الارض عادي. وباقي الصالون هيقعد عليه اهلك لما يزوروكي. يبقى يجيب كرسي واحد او كرسيين يا ستي عشان لو حبيتوا تقعدوا تسامروا بعد الجواز ابقي قبليه. او ممكن يجيب الكرسيين اللي هم الصغيرين دول بتوع الببقوتي ولا اسمها ايه دي. ويجيب تكييف ليه وهو في الشغل طول النهار؟ انت اللي هتستخدمي التكييف يبقى انت جيبيه. بالظبط كده، وتجيبي كمان مروحه عشان انا بزمزق من التكييف. فيا ريت يا جماعه نوصل لوقت ان الدنيا يتعدل حالها والعريس يتجوز بشنطه هدومه. عيب قوي لما تخليه يجهز معاكي. ايوه برافو عليك يا يويو، المفروض العريس يتجوز بشنطه هدومه، وحتى لو معهوش شنطه بلاستيك عادي، او ممكن انت اللي تجيبها له. انزلي عتبه هاتيها. واذا فهمتي الكلام. الله ده انت مش عاجبك حاجه يا بنت، زمن باكس انا اموت في البت دي على طول. يا يويو للاسف هخش على بقيه الفيديوهات اللي بعده. 2023 انت حتى معكيش تغيري تليفونك. هنا دي قصه اعجاز هتحصل. اوكي شايفين النظره؟ تحدي. جابت ايفون 17. والله عسل، قسموا الكرتونه وجابته يعني. كيس الكفاح اللي بعده. اخواتنا جميل يا اخواتي. جود مورنينج. هو النسر راح فين؟ النسر طار راح يجيب عيش وجاي. فين النسر؟ النسر فين؟ لا دي مرور توسم دي. ده علم اليمن يا حبيبي. نتنياهو. ايه يا ابني؟ يا بص ابني انت عادل كل لك فين شوية يا ابني؟ بص انا قاعد لك على المايه. مستنيين اي حاجه تيجي. هيعدي هدوس لك على وشه. طبعا. مال نجم. هي اروح روح يا باتو. ده فندق 5 نجوم. اخواتنا السياحه ورجال اعمال السياحه، يعني العمله الصعبه. العمله الصعبه اللي نتشرفوا بيهم. رقم كام عشان فندق 5 الصين ها. لذلك هنقول اللي بعده. انت يا وليه نايمه مش بتعمليش اللي وراكي في البيت. دي واحده يا جدعان هنا بتقوم حماتها، شايفين جوزها واقف ورا الباب وعمال يعمل كده. يا حرام اختي نايمه لا ولاي. ده هو انت واقف حارس مرمى وراها مستني الكره هتجيلك من اي ناحيه؟ هو اللي يخرب بيتك انا فين من هنا اهو. قومي يلا يا وليه فزي اتحركي. ارحميني قومي يا وليه مش قادره اشدك. قومي انا مش قادره اقوم اصلا. قومي يا وليه. شايفين هنا هو سايب امه اللي هو ايه تخلصي يا بنت الفيديو عشان ايه بعد كده هطلع اتكلم في الاخر. مش كف كده على قفاها وهي واقفه. انت شفتي مني حاجه؟ ده انت هو ده ايه اللي بتعامله امي حلوه يا مروه. يا مروه ها مش مروه مروه. يا محمد ايه هتشتم مراتك يا محمد؟ جايبه لها تشرب وقلت ان هي ما بتفتحش بقها فقلت احطها لها في ودنها يمكن تنزل كده. وانت ما قلتليش ليه؟ اعمل ايه؟ وانتظرونا ببارت 2 اعمل تاتو ولا عيد الفيديو تاني اللي بعده. ده حل يا جدعان المربع اللغزي. غلط يا ابني انت واقف في حركه صايعه ممكن تعملوها لو الراجل ده عملها امين. يا ابني مش هتيجي كده. لا حول ولا قوه الا بالله. انا هقول لكم انا هقعد اعلم في الصينيين كمان والاجانب قد ايه انا مفيد في المجتمع. مال ثانيه واحده نجيب الموبايل راح فين اهو. الحل هيبقى كالتالي، ممكن تجيبها كده وكده كده كده كده. انا عبقري بسم الله ما شاء الله. مفيش داعي يا جماعه، ده حاجات فارغه يعني. اللي بعده ماما بتسلم عليك. وراجل ابو نضاره القص ده انا ما كنتش بعملها له من الاول، ما كنتش بعملها له. بتسلم عليك اقعد بقى ساكت يعني، هي بتسلم عليك وخلاص يعني. اللي بعده
ده نزلنا على المترو راح يديها ورق. جدع يا بت، بنت ابوك يا بت، جدع يا بت، هو ده الرد الجدع، برافو يا بت. اللي بعده، اللي معاه غاليه ما يشغلوش رخيص. يا عيني عليك وعلى الكلمات، لعبتني من كتر الكلمات. خشوا بقى هنا في الكومنتات. المشكله ان هو كان منزل فيديو قبليها. صادق يا اخويا والله. ما شافش، ده امر رقص معاه، مظلوم. اللي بعده، يا محمد بحبك يا محمد. حبك برص و10 خرص. اللي بعده، لبنان ما في اجمل منه، كلهم عينهم عليه وكلهم بدهم اياه. هو ايه عشان ظاهر قدامي حاجات كتير؟ الشمسيه ولا اللام القمريه؟ في بنات زي ما انت فاهم. شكلها الشمسيه. اللي بعده، هروح الفرح مش هرقص، هسقف بس. اخونا هنا راح الفرح يا جدعان، قاعد هنا الاول مكسوف يعني، هيقوم يخربها دلوقتي. اهو بالراحه يا ابني، مش كده، في بنت وراك، في بنات وراك، اهدى اهدى، مش كده مش كده، ده انت خارب الدنيا. اتفرج. ليكي راح اشحن الجوال وبعدين بحكيكي. وهي هنا حاطه التليفون في الشاحن يا جدعان. يعني دي الحجج اللي بيقولوها لك عشان خاطر يخلعوا منك، يعني انت مش مرغوب فيك، افهم بقى. اللي بعده، انت منك بشري؟ ابدا، جاي من الفضاء على الارض. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي كميله، جاي من الفضاء واكل اكل الفضائيين كلهم ونزل. انا مخلوق فضائي. فضائي فضائي. فضائي. ما علينا يعني. اللي بعده، ما شافونيش وانا بعاني، بس شافوني وانا واحد تاني. يا متكندرين، معلش يا حاجه مسحها فيا انا. اللي بعده، ده ايه ده؟ وات؟ انا بابا جيبه؟ الشباب هتلبس جيبه بجد على الصور؟ استحاله راجل يمشي بالمنظر ده. فرقت يعني البت البسها على اللحمه احسن بقى. ايه ده؟ اللي بعده، اي شخص اسمه محمد اذا عصب تلقاه بركان، لا حد يقرب له، بس اذا جيت وكذا وتكلمت معاه تلقى بداخله طفل. يعني فيه طيبه، اذا زعلك لازم يراضيك، ما ينام الا وهو يراضيك. محمد عشان بيبقى طيب الناس بتفهمه غلط. الجيبه الزايده. فاهم بالي. اللي بعده، يا عم انا اتداس على وشي، انا يابا اتسفلت، انا اتهنت، انا خلاص، انا مش هدفيت حاجه، انا اتهزمت هزيمه من الدنيا والحياه وكل حاجه جت عليا دلوقتي. انا بعد فشل جميع محاولات التحقيق حلمي، اكبر غلط ان انت تستسلم. انت جاي الدنيا عشان تعافر وتكمل وتدوس، مش جاي عشان خاطر تقعد. لو كل واحد فكر بالطريقه دي مش هتوصل لحاجه. فمفيش حد بيوصل لمكانه عاليه الا لما بيكون تعب في حياته. لان لو كان الموضوع سهل كان كله بقى ناجح وكله بقى واصل. هو الموضوع صعب جدا، فاهمين بالي؟ لكن انت من جواك انت عايز ايه؟ في ناس بقى بتفخد بعد محاولتين ثلاثه تلاقيهم ناموا وعيطوا وولولوا. عيط واشتغل وانت بتعيط، وازعل واحزن، لكن مفيش حاجه دايما، هي الفتره مؤقته. ولو نفسيتك تعبت وخلاص عايز تريح يبقى اسبوع 2 بالكتير، اكتر من كده لا. وارجع اشتغل تاني واعمل تاني وحاول تاني، عشان لما توصل للمواصل دي هتفرح بنفسك، وهتفرح اللي حواليك اللي بيحبوك بجد من قلبهم، وهتزعل اللي سابوك في عز احتياجك، وهتقهر كل حد اتعامل معاه بمعامله وحشه. فاهم بالي؟ فالموضوع يستحق، وربنا يوفق الجميع. اللي بعد، نبي يا اختي معكش 150,000 جنيه سلف تسلم فيهم للبت الغلبانه دي لغايه ما ناخد البراءه؟ ايوه طبعا. ايه ده؟ الفرق بين البنات والولاد لما يسلفوا بعض فلوس 60,000 من البنك علشان في ليميت، بس يعني 150 ده برضو قليل قوي. انا ممكن اسحب لك 300 او 400 خليهم معاكي. طب يا ريت والله انت وذوقك يعني. فين 15 جنيه العلاج؟ ده احنا بنضرب بعض على 10 جنيه، ده ازازه الميه بتتفتح بنتخانق مين اللي هيدفع ومين اللي يشرب اكتر. احنا عر قوي. اللي بعده، زوبا لوبا زلوبا. ده يا جدعان زلوبه اللوبه ديت بتفكرني بالايه؟ في بعض الستات كده تقعد تنفخ في شفتها وتكبر مش عارفه فين وتعمل مش عارفه فين، بيبقى ده منظرك. ده الست اللي بتعمل عمليات تجميل كتير بتعملها بافوره. اللي بعده، دي اكيد سجاره كليوباترا، سرق الكليه عشان يروح يديه لمراته. البوليس بيجري وراه، مراته كليوباترا برضه، لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا ينفخ خسرتكم وتبقوا مرد. اللي بعده، الزرط بيتباع فرد. اللي بعده،
معرفش ليه البنت تبقى ايدك زي الفل كده وتوسخها بالقرف ده. اكره ما عليا ايد البنت اللي تحط حنن وقرف والمرض ده. بكره الايد اللي كده يبقى شكلها مقرف قوي، بقرف. هي حاجه حريه شخصيه طبعا، ما بيعجبنيش بصراحه. اللي بعده، ما تتكلمش عن المتعه لو ما جربتش تلعب بحد فاكر انه بيلعب بيه. والله انا ما بحبش جو التلاعبات والقرف ده. مش عارف لحد امتى الدنيا تفضل كده. ايه ده؟ الدنيا مش مستاهله اصلا. احنا عايشين فيها قد ايه؟ مش هنجيب ال100 سنه والله. فليه اللوع وليه الكذب؟ طالما انت مش عايز حد خلاص سيبه. ليه تعيش معاه وتعيش في كذب وقرف ليه؟ الدنيا اسهل من كده بكتير. قول لا، خلص الحوار، اتكل على الله من اول. اللي بعده، دي بنت بتتريق على الشباب يعني، هو ما بيحلق دقنه. دي هنا الشاب بقى دوره ان هو يتريق عليها. يحط متنمرين الاثنين. اللي بعده، احنا هنضبش، يا اما نوصل للبر ونقف على رجلينا يا اما نغرق. مفيش حل تاني. ده افضل حاجه تعملها في حياتك. لكن تفضل واقف في مكانك وتقول انا الدنيا جت عليا والدنيا دايسه على وشي يا اخويا. ما تدوس، ما شيء طبيعي. الدنيا هتفحتك كراجل. خدها قاعده في حياتك، الدنيا هتركبك. يا تقوم انت بقى وتزيح الدنيا من على ظهرك، يا اما طول عمرك تفضل عامل لها كده. انت مخلوق عشان كده. الرجال قوامون عن النساء مش عشان القوه بس او القوه العضليه او القوه الجسمانيه، لا، ده في كل حاجه. فده قدرك، فاستحلى بالشجاعه والرجوله وعدم اليأس وامشي. حتى لو مش عارف هتيجي منين، ضبش. افضل ما تفضل واقف في مكانك. فضبش، جت هتعيش سعاده وهتبقى الدبل. ما جاتش، اسمك قدام نفسك لما تيجي تبص في المرايه كده ما تبقاش قرفان من نفسك. ما تبقاش تقول يا ده انا ضيعت عمري ما حاولتش. لا، انت كل دقيقه كنت بتحاول وبتعافى. وربك سبحانه وتعالى يحب عبده القوي، عبده الشجاع، عبده اللي يروح ويتجرأ ويعمل، مش عبده الجبان اللي يبقى خايف من كل خطوه وكل خطوه هيجي يخشها. ربنا قال لك اعقلها وتوكل بالمناسبه، لكن ما قالكش تعيش طول عمرك حياتك جبان وخايف اني لا انا مش هاخد الخطوه دي، اصل خلاص، اصل ممكن. ده كله ممكن يدور في دماغك عادي، لكن ممكن اروح ناطط فيه. ليه؟ حتى لو خسرت ببقى اسمك ست خبره وعرفت المره الجايه مش هكرر نفس الخطا. فاهم بالي؟ اللي بعده، انت من وين انت؟ انا مصريه. طعميه ولا فسيخ؟ وش تختارين؟ لو طعميه يبقى وشك للحيط وقفك ليا، لو فسيخ خد سيخ. شايفين الكياتة اللي هي فيها؟ أنا مصرية. هو لا فسيخ ولا طعمية. ردت عليه رد أكيد ما عجبكش، وقف مصدوم بقى بعدها. في لسانك اختفى. على فكرة عشان تبقوا عارفين حاجة عن المصريين، المصريين مش بالفقر ولا بالاكل ولا بالعيش. في ناس اغنياء في مصر واصلين لليفل عربياتهم بورش فراري، وفي طبقه كبيره جدا كده على فكره في مصر. حتى قائمه اغنى رجال في العرب اول 3 مصريين و3 اخوات. فالمصري بيبقى مولود دايما بعقليه ان مفيش افضل منه، حتى لو انت شايفه مش عامل اي حاجه، حتى لو انت شايفه اقل خلق الله. هو نظرته لنفسه بيكون شايف نفسه افضل واحد في الدنيا وقد اي حد في الدنيا. ودايما بيكون مولود بعدم اليأس وعدم الاستسلام. دايما تلاقيه مكمل وصارم وراجل. والواحده على قد كده بتبقى برضه ب100 راجل، لما يجي عليها اللحظه عشان خاطر تسند او تقف بتقف ولا اجدعها من 100 شنب. فاهمين بالي؟ فلما تيجي تقول مصري او تيجي تتكلم مع مصري بطريقه مش حلوه، هو بالعكس هيفهمها جواه حاقد كاره. فكتاريخ احنا مسيطرين على الدنيا اصلا من قبل ما يقولوا يا تاريخ، فاحنا التاريخ، ودي حقيقه انا مش بكذب. تاني حاجه الطب، فاحنا مسيطرين على علماء واللي واخدين جائزه نوبل، شوف كام واحد من عندنا. ولحد الان حتى في مجدي يعقوب ربنا يديله الصحه، في طب، تاريخ، فن، مسلسلات، افلام، اغاني، برضه مصريين. حتى اللي مش مصريين بييجوا يغنوا باللهجه المصريه عشان خاطر يتشافوا او يتعرفوا. انت بتتكلم في حجم بلد كبير جدا، فبلاش التقليل. احنا عارفين نفسنا كويس جدا، ما بنزعلش لما حد بيقول لنا كده، بالعكس بنحس بفخر اكتر واحنا فخورين كمصريين. ولو جيت تخيرنا تاخدوا ايه جنسيه او تبدلوا جنسيتكم، لا احنا حابين ده. هتيجي تقول لي ما انتوا بتطلعوا بره عشان عايزين تسافروا، بنشتغل ونتعب عشان نجيب قرشين عشان نرجع تاني بلد، ما بنقعدش بره. فاهم بالي؟ فكلمه مصر فخر لينا. واشوفكم على الفيديو الجاي، واشترك في القناه لو لسه مش مشترك. عايزين نوصل 100,000 والدعم ميت يعني بصراحه يعني. بس شكرا حتى للكام نفر اللي بيشوفوني، انا بعمل لكم الفيديوهات. فامان الله ورعاية. فيديو جديد خلص بس الاكشن لسه شغال، يا عيلة محمد صبري رجالة في اي مجال. دوس لايك اشترك عشان الجاي زلزال. محمد صبري ده الدولة مفيش كلام يتقال. اشوف وشوشكم بخير، سلام يا ابطال. محمد صبري وحش الكون، ايوه.